في سؤال بيعذب ملايين الأزواج والزوجات في مصر والعالم العربي. السؤال ده بيطرحه زوج وزوجة. السؤال هو: لو اتطلقت هظلم أولادي، ولو فضلت هظلم نفسي. السؤال ده مش مجرد جملة بتتقال، ده وجع بيصحى مع ناس كل يوم وبيخليهم يناموا بعين مفتوحة وقلب موجوع. تعرفوا يا جماعة إن آخر إحصائية في مصر خلال آخر 5 سنين حصل أكتر من 1,200,000 حالة طلاق؟ يعني تقريبا كل دقيقتين حالة طلاق. والاخطر من كده ان اغلبهم بيكون عندهم اطفال، ودي كارثه كبيره مش حاسين بها دلوقتي. وده مش بس رقم، ده مليون بيت اتكسر ومليون طفل اتحط في معركه هو اصلا ملوش ذنب فيها. في ناس قررت تكمل مش لانهم مرتاحين وهم سامعيني دلوقتي، لكن علشان الاولاد مكملين. وناس تانية قررت تنفصل، ومع كل خطوه ضميرهم بيجلدهم خايفين على مصير ولاد. اسمعني كويس وانت كمان اسمعيني كويس، لان الطفل اللي بيعيش وسط اب وام بيتخانقوا كل يوم بيتأذي نفسيا اكتر من طفل تاني ابوه وامه اتطلقوا بس بيحبوه بيربوه باحترام. وهنا التفكير بيختلف. الحياه الزوجيه مش سجن، ومش بطولة إنك تضحي بنفسك طول العمر، وإنت كمان مش بطولة إنك تضحي بنفسك طول العمر. البطولة الحقيقية إنك تختار الطريق اللي فيه أقل أذى ليك وولادك وللشريك اللي أنت كنت مختاره من الأول، وبينك وبينه خلاص ما بقاش في ود دلوقتي. وفي سؤال هنا لازم اساله: امتى تكمل وامتى تنفصل؟ امتى تكمل لو في امل ولو 1% انكم تراجعوا نفسكم وتصلحوا ما بينكم وتغيروا وتتعاملوا مع بعض بما يرضي الله. في الحاله دي ممكن تحاول، لكن لو الاستمرار بيكسر النفس وبيعلم في الاولاد اكتر من الطلاق يبقى لازم وقف. وخلي بالكم من الكلام ده، لان في ناس بتعيش وتموت وهي خايفه من كلام الناس، لكن الناس عمرها ما هتربي اولادك ولا هتشيل همومك ولا هتبات مكانك ولا هتشيل شيلت. اختار القرار اللي يحافظ على انسانيتك قبل اي حاجه تانيه وتحافظ على كرامتك. وافتكر دايما، بيت مش بس 4 حيطان واب وام، بيت امان وود ورحمه. لو اختفوا اسال نفسك: ده بيت ولا سجن؟ لو الكلام ده لمسك بجد ممكن تشاركه مع اي حد محتاجه او يسمعه. واشترك في القناه لان اللي جاي هيكون كلام من القلب وحقيقي.